عاجل استشهاد مجند وإصابة 19 آخرين في حادث الواحات. وزيرة الصحة تعلن رسميا دخول مصر في الموجة الثانية لفيروس كورونا. خروج مترو الأنفاق عن القضبان بخط حلوان المرج وارتباك حركة سير المترو. السعودية تعلن مفاجأة تأييدها للتطبيع الكامل مع إسرائيل، ولكن بشرط واحد: يرفع رؤوس العرب في السماء. البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب وسط الدلتا على بعد كيلومترات من مدينة المحلة الكبرى. طبتم وطابت أوقاتكم وسلم الجميع، وإليكم تفاصيل هذه النشرة التي بها العديد من الأخبار الهامة. استشهاد مجند وإصابة 19 آخرين. استشهد مجند شرطة وأصيب 19 آخرين أثر انقلاب سيارة أمن مركزي بطريق الواحات، وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث. وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة أمن مركزي ووجود متوفي ومصابين بطريق الواحات البحرية، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة أمن مركزي بطريق الواحات، وأسفر الحادث عن استشهاد مجند وإصابة 19 آخرين. نتمنى لهم الشفاء العاجل، وأدعوكم وأدعو نفسي بالدعاء بالرحمة والمغفرة إلى المجند الذي استشهد اليوم، ويلهم الله أهله الصبر والسلوان. وزيرة الصحة تعلن رسميا دخول مصر في الموجة الثانية لفيروس كورونا. مفاجأة: عقدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد اليوم الأحد 22 نوفمبر اجتماعا مع رئيس هيئة الشراء الموحد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان ورئيس هيئة الدواء المصرية دكتور تامر عصام للوقوف على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية تزامنا مع بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد. وجاء ذلك بحضور كل من رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والرئيس غرفة صناعة الدواء وعدد من أعضاء غرفة صناعة الدواء. وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد أنه تم خلال الاجتماع مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتوفير جميع الاحتياجات على المستوى المحلي، خاصة أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد وأدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والوقائية. وأضاف مجاهد أن الوزيرة أكدت على أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تقدمها مصر للأشقاء في مختلف الدول لمساندتهم في مواجهة الأزمات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة ناقشت مع رؤساء الهيئات الآليات والإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة بيع الأدوية للمرضى عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث أن هذه التطبيقات تقوم ببيع الأدوية أونلاين مما يؤثر على صحة وسلامة المواطنين، مناشدة المواطنين بالحصول على الأدوية من الصيدليات أو المنشآت الصحية. وتابع أن الوزيرة وجهت الشكر لرؤساء هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، ومن جانبه وجه رئيس هيئة الشراء الموحد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان الشكر لوزيرة الصحة. كما أكد رئيس هيئة الدواء المصرية دكتور تامر عصام استعداد الهيئة لتلبية كافة الاحتياجات من الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا تحسبا لبدء الموجة الثانية، موجها الشكر للدكتورة هالة زايد. من جانبه أكد رئيس غرفة صناعة الدواء دكتور أحمد العزبي على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والرقابية اللازمة للتصدي لظاهرة تداول الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية لما تمثله تلك التطبيقات من ضرر كبير على الصحة العامة للمواطنين، موجها الشكر لوزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد على التعاون الدائم لتذليل أي عقبات. خروج مترو الأنفاق عن القضبان بخط حلوان المرج، وهذه حقيقة وجود إصابات. شهدت حركة قطارات مترو الأنفاق ارتباكا بسبب خروج قطار ركاب أثناء دخول حوش محطة حلوان، وسقطت عجلات 3 عربات من على القضبان. وقالت مصادر مسؤولة أنه لم يحدث أي إصابات بين الركاب، وتم الدفع بأوناش هيئة السكة الحديدية لمحاولة رفع العربات وإعادتها على مسارها على القضبان لاستئناف رحلته أو نقل الركاب عبر قطار آخر.
السعودية تعلن مفاجأة للجميع وتعلن تأييدها للتطبيع الكامل مع إسرائيل، ولكن بشرط وحيد: يرفع رؤوس العرب أجمعين في السماء. كم أنت عظيمة يا سعودية. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن بلاده تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل ولكن بشروط. وقال الوزير السعودي في تصريحات لوكالة رويترز اليوم السبت أن الرياض تؤكد التطبيع الكامل مع إسرائيل، لكن ينبغي أولا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة. وكانت دول خليجية وعربية الإمارات والبحرين والسودان أعلنت مؤخرا تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتعزيز التعاون معها في عدة مجالات. في مقابل أبدت السلطة الفلسطينية رفضها لتلك الخطوة التي وصفتها بأنها خيانة للقضية الفلسطينية، ولكن ردت السعودية اليوم اعتبار الدولة الفلسطينية. فهل ستوافق إسرائيل على التطبيع مع السعودية في المقابل إعلان دولة فلسطين التي اغتصبها العدو الإسرائيلي منذ عشرات السنين؟ البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب منطقة الدلتا. سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية اليوم الأحد هزة أرضية بالدلتا على بعد 10 كيلومتر جنوب شرق مدينة المحلة الكبرى عاصمة الصناعة في مصر. وقال المعهد في بيان اليوم أن الهزة وقعت في تمام الساعة 11:52 صباحا بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 30-93 شمالا، وخط الطول 31-25 شرقا، وعلى عمق 21 كيلومتر. وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه لم يرد للمعهد أي شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة على الإطلاق. انتهت نشرتنا، ولكن لم تنتهي نشرتنا. طبتم وطابت أوقاتكم وسلم الجميع، وتمنياتي لكم جميعا بالسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.